Hello everybody, how are you؟ اهلا بيكم من جديد متابعين قناه ميس انجليزي. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هنبدا ان شاء الله اول شرح لمنهج كونكت بلس 1 اولى ابتدائي الترم الثاني، وكل عام وحضراتكم بخير. شغل ان شاء الله الترم ده من كتاب الباهر. نبدا الدرس الاول والثاني من منهج اولى ابتدائي. بسم الله. Lesson 1 and 2 الدرس الأول والثاني من منهج الترم الثاني أبطال أولى ابتدائي ومنهج كونكت بلس 1. بيتكلم عن clothes ملابس، يعني clothes ملابس يعني clothes. وخد بالك الملابس اللي أنا هقرأها دلوقتي في منها ملابس singular مفرد، وفي منها ملابس plural يعني ملابس تعامل معاملة الجمع. هنقرأ مع بعض وأنا هقول لك إيه هي الملابس المفرد وإيه هي الملابس الجمع. أول حاجة jacket جاكيت يعني جاكيت. فستان دريس. عندي كوفية سكارف. جيبة سكيرت. شراب سوكس. نظارة شمس sunglasses. جوانتي gloves. بنطلون pants. بلوفر sweater. تيشيرت. قميص shirt. كاب. أول كلمة جاكيت. الجاكيت ده يعامل معاملة المفرد. فستان دريس من الملابس المفرد. كوفية سكارف من الملابس المفرد. جيبة سكيرت من الملابس المفرد. إنما شراب سوكس يعامل معاملة الجمع عشان فردتين، حتى تلاقي كلمة سوكس آخرها اس بلورال اس الجمع. وعندي كمان نظارة نظارة شمس sunglasses برضو تعامل معاملة الجمع عشان ليها عدستين، وكمان ليها اللي هي الشمبر بتاعها عبارة عن رجلين للشمبر sunglasses واخرها اس الجمع. وجوانتي gloves، طبعا جوانتي عشان هم فردتين برضو يعامل معاملة الجمع عشان كده هو اخره اس بلورال اس الجمع. بنطلون pants. بنطلون طبعا يعامل معاملة الجمع علشان البنطلون ليه رجلين وفي الاخر اس بلورال. عندي سويتر اللي هو البلوفر ده مفرد. تيشيرت اللي هو تيشيرت مفرد. قميص شيرت مفرد. كاب برضو مفرد. بما ان الدرس بتاع النهارده بيتكلم عن السينجولار المفرد والبلورال الجمع، فاحنا النهارده هنستخدم this is و that is. this is معناها هذا او هذه للمفرد القريب، يبقى this is للمفرد القريب. that is معناها ذلك او تلك للمفرد البعيد. وخد بالك الاتنين دول للمفرد عشان وجود is، الاتنين دول للمفرد عشان وجود is. بس لما انا اقول this is يبقى مفرد قريب، this للقريب، انما that للبعيد، والاتنين للمفرد عشان استخدام is معاهم. وعندي للجمع عندي جمع قريب وجمع بعيد. جمع قريب these are، جمع بعيد those are، وبرضو الاتنين دول للجمع عشان استخدام are. اي حاجة فيها are، اي جملة فيها are يبقى انا هتكلم عن حاجة plural عن اسم جمع. يبقى these are للجمع القريب. these are جمع قريب. those are جمع بعيد. those are جمع بعيد. يبقى للمفرد القريب this is، للمفرد البعيد that is، للجمع القريب these are، للجمع البعيد those are. طب أنا هتكلم عن أسئلة في حالة المفرد عندي مفرد قريب ومفرد بعيد، وفي حالة كمان الأسئلة في حالة الجمع عندي جمع قريب وجمع بعيد. هستخدم question word أداة استفهام اسمها what. طبعا كلنا عارفين ان what دي معناها ما أو ماذا. لما يجي لك سؤال زي كده what is this، what is this، طبعا السؤال ده باين عليه ان هو سؤال في حالة الايه؟ سمع حد شاطر بيقول في حالة المفرد، تمام، عشان is. طب مفرد قريب ولا بعيد؟ طالما في this يبقى مفرد قريب. يبقى what is this، ما هذا للمفرد القريب. what is this
قول معايا what is this للمفرد القريب، انما لما اقول what is that للمفرد البعيد. طبعا السؤال في حالة المفرد عشان في is، وكمان مفرد ايه ده مفرد بعيد عشان that. سؤال زي كده what is this ما هذا للمفرد القريب، اجي اجاوب عليه طبعا لازم يبقى فيه عندي صورة، بشطب على what ما بتنزلش، وشايفين is this اعكسهم تبقى this is، واكتب الصورة اللي عندي يبقى this is a ball. this is a ball يعني هذه كرة. سؤال تاني what is that للمفرد البعيد، يعني ما هذا بس للمفرد البعيد، هشطب برضو على what عشان اجي اجاوب على السؤال ده، واعمل عملية المقص اعكس ما بين is و that، يبقى that تنزل وراها is. that is a ball، ولا على حسب الصورة اللي هو بيبقى مديها لك هنا في صورة كرة يبقى that is a ball، يعني الكرة هي مفرد بس مفرد بعيد. سؤال في حالة الجمع، عندي في حالة الجمع جمع قريب وجمع بعيد. الجمع القريب يبقى what are these ما هؤلاء، what are these ما هؤلاء للجمع القريب. جمع عشان are وقريب علشان these. طب اجاوب ازاي؟ برضو what بشطب عليها ما تنزلش، هعمل عملية المقص ما بين are و these يبقى these are، وابص على الصورة صورة كور يبقى these are balls. these are balls يعني هؤلاء كور، وخد بالك هنا these are جمع قريب. سؤال في حالة الجمع بس الجمع ده المرة دي جمع بعيد what are those. what are those يعني ما هؤلاء بس للجمع البعيد. عرفنا جمع ليه؟ عشان وجود are، وبعيد عشان those. هعمل عملية المقص ما بين those، هنزلها في الأول وبعد كده are. those are وجايب لي هنا برضو صورة كور يبقى those are balls يعني هؤلاء كور. حبايبي الحلوين اللي معاهم كتاب الباهر open your books page 8 صفحة 8 هتلاقي الصفحة دي نفس الجرامر اللي أنا لسه شرحاه، بيتكلم عن this و that. this للمفرد القريب إنما that للمفرد البعيد، وبيتكلم عن these و those. these للجمع القريب إنما those للجمع البعيد. وزي ما قناة ميس انجليزي معوداكم ان بعد شرح الدرس لازم بنحل عليه براكتس صغير، وبرده البراكتس بتاعنا من كتاب الباهر. السؤال بيقول choose the correct word يعني اختار الكلمة الصحيحة. this these that are skirts. طبعا انا عندي هنا are، طالما are هنا لازم اختار معاها ايه من هنا. سما حد شاطر بيقول لي this excellent، لان this بيجي معاها is و that بيجي معاها is. ايه هنا اللي بيجي مع are؟ these are skirts. سؤال كمان is a dress is بيجي مع ايه من جوه؟ بيجي مع ايه؟ is بتيجي معاها that، لان these و those these بيجي مع these are، those بيجي مع those are، انما انا عندي هنا ايه؟ is يبقى انا هختار that is a dress. what is خد بالك حط سيركل كده حوالين is عشان تركز. what is ايه؟ what is that اللي هي بتيجي مع is. what are حط برضو سيركل دايره كده حوالين are بيجي معاها ايه من جوه؟ are بيجي معاها those، لان this و that بيجي مع is. طب عندي that دي للمفرد الايه؟ البعيد. طالما المفرد يبقى انا هقول that is a scarf. سؤال كمان بيقول لك حط الكلمات دي this these that those. مين الشاطر اللي هراجعهم معايا؟ this بيجي معاها ايه؟ this is مالها؟ للمفرد القريب. عندي these مالها؟ بيجي معاها are. these are للجمع القريب. وعندي that بيجي معاها is مالها؟ للمفرد البعيد. عندي those بيجي معاها are مالها؟ بتيجي مع الجمع البعيد. بص هنا اول كلمه عندي ركز، لازم تبقى محدد الاول الجمله دي singular مفرد ولا plural جمع. طبعا الجمله دي مالها؟ الجمله دي جمع عشان وجود are. طب بيقول are skirts. كلمه skirts يعني جيب. الجيب هنا قريبه ولا بعيده؟ الجيب هنا قريبه، يبقى انا هختار للجمع القريب تبقى these.
these are skirts. والكلمة اللي هتاخدها هي سنة أولى لازم أشطب عليها عشان أعرف إيه اللي اتبقى عندي. يبقى these are skirts يعني هؤلاء جيب. الجملة التانية is a dress. الأول ركز وحدد الجملة دي في أنهي حالة؟ في حالة السنجلر المفرد. ليه مفرد؟ عشان is. طيب is إيه بقى؟ is a dress فستان. الفستان هنا قريب ولا بعيد؟ ها الفستان يعتبر بعيد. طالما الفستان بعيد يبقى مفرد بعيد يبقى that. مفرد بعيد يبقى اسمه that. that is a dress. عندي بعد كده scarf is a scarf. is طالما موجودة يبقى الجملة بتدل إن هي في حالة السنجلر المفرد. طالما مفرد ومفرد قريب أهو قريب من الإيد أهو مفرد قريب يبقى أنا هختار this. this is a scarf. هذه كوفية. هبص على البانتس. كلمة بانتس يعني بنطلون وابص كويس جدا الجملة دي في انهي حالة؟ دي في حالة البلورال الجمع. طب انا عرفت منين ان هي في حالة الجمع؟ عشان ار وكمان عشان بانتس فيها اخرها اس بلورال اس الجمع وكمان البنطلون بعيد. يبقى انا هقول ايه؟ those are pants. those are pants. احنا كده خلصنا شرح lesson 1 and 2 الدرس الاول والتاني من منهج كونكت بلس 1 اولى ابتدائي من كتاب الباهر. لو حابب ان مفيش حاجه تفوتك من شرح مناهجنا وفيديوهاتنا اعمل سبسكرايب اشتراك الكلمه اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو وما تنساش اللايك والشير. جود باي.